السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. ورجعنا تاني بقى بس بعد غياب طويل. سامحوني بقى على تأثيري في تنزيل الفيديوهات يعني، بس والله الاولاد كانوا تعبانين اليومين دول وياخدوا دور، واول ما يطيبوا منه ياخدوا دور تاني على طول. يعني اخدوا الهربس ورجعوا اخدوا دور برد، ورجع عمر اللوز بتاعته التهبت. فهم الاتنين بقى بيتعادوا من بعض. طبعا ده معروف ان اي طفلين في نفس البيت لازم بياخدوا نفس الدور. فالحمد لله ربنا يشفيهم يا رب ويعفى عنهم هم وجميع الاطفال، اللهم امين. ويحفظهم ويحفظ اولادكم، اللهم امين. وطبعا لما بيكونوا تعبانين ما بعرفش اصور خالص، ولا بعرف حتى امنتج الفيديوهات ولا انزلها. يعني انا معايا فيديوهات كتير على التليفون مش عارفه انزلها والله. يعني الفيديو ده معايا من زمان، فسامحوني على تأثيري في تنزيل الفيديوهات. وادعوا لي كده ربنا يبارك لي فيهم يا رب ويهديهم لي، اللهم امين، لانهم مطلعين عينيا هما الاتنين. ربنا يهديهم يا رب ويهدي جميع اطفال المسلمين. هعمل معاكم النهارده روتين خفيف كده. هننضف الصاله ونفرش بقى الحافظه الجديده ونفرش الفرش الجديد، وكمان ندخل نعمل اكل كده خفيف. طبعا اكلة النهارده عملنا صينيه كده بفتيك، بس بصراحه الطريقه بتاعته تحفه قوي، طريقته جميله ممتعه كده بصراحه. الواحد كان بياكل فيها كده ومستمتع بصراحه. الطريقه حلوه قوي. كملوا معايا الفيديو للاخر وشوفوا الطريقه، وما تنسوش اللايك الجميل بتاعك وتشتركي في القناه لو انت مش مشتركه، وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده اللي احنا بننزلها. ولو انت اول مره تتابعيني تشرفت بيكي في قناتي، ما تنسيش اللايك الجميل بتاعك. اول حاجه عملتها كده زي ما انتم شايفين، نفضت الانتريه وفرشت بقى الفرش ده. طبعا ده مش فرش جديد، ده الفرش اللي انا كنت جايباه في العيد الكبير، بس بقى ايه قلت افرشه برضو. نفضته كده وقلت افرشه، لان يعني طبعا الفرش اللي انا شلته ده كان خلاص اتوسخ، فقلت بقى اشيله اغسله وافرش الفرش ده. بس بصراحه احسن حاجه في الفرش ده ان هو ده بتاع الكنب البلدي او بتاع الركن. فهو فرش كبير قوي، وانا كنت جايباه واسمى منه. يعني هما كانوا 3 كنبات، انا كنت جايبه منه 3 كنبات، واسمى الكنبه 2 كرسي. فاحسن حاجه فيه ان هو بيغطي الكنبه كلها، يعني ايه بيجي جزء منه كبير كده تحت الشلته. فده بيبقى حلو قوي. ليه؟ ما بتقعدي كده وهلك الاولاد وكده ما بيخليش الفرش يقعد يتشال كل شويه. فده حاجه ميزه حلوه فيه يعني شايفين لو انتم ملاحظين في كمية كبيرة من الفرش تحت الشلتة كده. فده بيحافظ ان هو مش اي حد يقعد عليه ينزل كده. يعني الفرش اللي كان قبله ده كان فرش كنبتين وكرسيين هما جايين كده، بس طبعا مش كبير زيه كده خالص. فما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. هو كمان شكله حلو لانه فاتح كده، فقاصر لون الانتريه، لان الانتريه كلته فوشيا، فهو قاصر اللون بتاعه كده. وكمان اللون بتاع فرش المخدات ماشي معاه كده. برضو فرشت بقى الكنبة الصغيرة ونفضت كده، نفضتها كده كويس وفرشتها، وقلت بقى هفرش الكرسي كمان. انا بقى محبتش ان انا اعمل معاكم روتين كامل كده في الشقة عشان ما تزهقوش. حبيت بس اوريكم الحافظة اللي انا شاريها جديدة، شكلها جميل قوي ولونها ايه، ما هوش غامق ولا فاتح، هو لونها مناسب كده. يعني مش بيبان فيها البقع او الكلام ده. وكمان مش لونها غامق قافله الصاله كده، لا هي لونها حلو ماشيه كمان مع لون الانتريه. ولما بغطي الانتريه كده بالفرش البنفسجي برضو بيبقى جميل قوي معاه، لانها فيها من البنفسجي كده والموف. فما شاء الله شكلها جميل. هتشوفوها الوقت لما نفرشها وقولوا لي كده رايكم في التعليقات. فرشت انا بقى كده الانتريه، قلت بقى المع برضو النيش كده تلميعه حلوه. وطبعا النيش ده عمر ابن الله يديه كنت بعجن عجين كده في يوم، اخد حتة العجينة ورماها فوق النيش، وطبعا ما خدتش بالي خالص ولا شفته هو بيعمل كده. والعجينة دي عملت حشرة كده فوق النيش، قرفاني بصراحة وقرفاني كده في الشقة. وقاعدة الاقيها ورا النيش وجاية من ناحية الباب، واقول ايه خلاص يبقى هي جاية من باب الشقة. واكتشفت ان الحشر دي جايه من فوق النيش. اطلع بس فوق النيش لقيت في عجينه وهي اللي جايبه الحشر ديت. بصراحه كانت مزهقاني، والاقيها كده ماشيه على الجدران وماشيه على الارض. وطبعا يونس بقى بيحبي دلوقتي وبيزحف كده، واي حاجه على الارض بيطولها. فانا بحاول ان انا انضف الارضيه على طول، والحشره دي بلاقيها ماشيه. وتاري الاستاذ عمر رميل العجينه على النيش وهي اللي عامله كده، ربنا يهديه يا رب. مسكت انا بقى النيش لمعته كده بقى كويس بالجلانس، ولمعت الخشب بتاعه. وهنكنس الصاله بقى ونمسحها ونخش نعمل الاكل. طبعا انا عدت ايه بقوم من بدري كده اودي عمر الحضانه
وايه واخلص كده اللي ورايا بدري في الوقت اللي هو فيه في الحضانة، علشان ايه ما بتلم على يونس كده بعمله ايه مشاغبة كده في البيت، ما بعرفش اعمل منهم حاجة خالص. ربنا يهديهم يا رب ويجعلهم ذرية صالحة اللهم امين. لمعت انا بقى كده ازاز النيش زي ما انتم شايفين. انا ما بحبش الازاز مجير خالص، عندي عقدة كده ان الازاز يبقى مجير، لا ازاز النيش ولا ازاز التسريحة. يعني بحب كده المرايات بتلمع على طول. وبرضو ما بحبش الارض فيها تجيرة، يعني انا عندي الزيادات اللي باينة من السجاد لازم تتمسح كل يوم، عشان انا ما بحبش التجيرة اللي في الارض ده ابدا. اخدت انا بقى ايه الشرشوبة كده، وبدأت ان انا بقى ايه حطيت شوية معطر كده وشوية كلور، وبدأت ان انا ايه امسح بقى ايه ورا الانتريه كده برضو، عشان برضو افرش ايه على نظافة كده. بحب انا لما اجي انضف الصالة ازق الانتريه كده وامسح وراه، لانه بيبقى تحته العاب كتير وتحته تراب، فبحب ان انا ايه بحب ان انا ايه امسح تحته كده باستمرار واخليه نضيف على طول. طبعا ما تنسوش كده اللايك الجميل بتاعكم، علشان اللايك هو اللي بينشط الفيديو وكمان بينشطني ويخليني اعمل فيديوهات كتير. طبعا هنزل لكم الايام اللي جايه دي وصفات حلوه ان شاء الله وروتينات كتير ان شاء الله، بس دعموني كده باللايك الجميل بتاعكم. قفلت انا بقى كده الشباك، نفضته وقفلته، وقلت بقى عشان اما اجي ازق بقى الايه الكنب كده ابقى قفلت الشباك ومسحت ورا الطقطوقه ولمعتها كده كويس، وهنرجع بقى ايه الكنب تاني. هنا يونس بقى كان جاني ورا الكنبه، هو ما بيصدق بقى ايه السجاد كده يشال، وبفضل ماشي بالعجله، يعني العجله بتكون سهله شويه لما بيكون السجاد مش شال. فلقيته كده دخل تحت الكنبه، فانا عايز امسح فخرجته كده ايه واديته الطرقه عما اخلص. رجعنا بقى كده الكنب، هخلص بقى انا بقية الصلاة كده ونرجع نفرش بقى الحفظة الجديدة ونشوف شكلها ونشوف جمالها عامل ازاي. شايفين بقى اللهم بارك الفرش كده عاطي اضاءة حلوة كده في الصالة، ما شاء الله شكله حلو. يلا بينا بقى نشوف شكل الحفظة وجمالها. شايفين الحفظة بيبقى فيها من ورا كده زي حاجة خشنة كده بتلزق في الارض، الصراحة الحفظة بتلزق في الارض مش بتتحرك خالص. ودي ميزة فيها، يعني مش بتجري كده معاكي زي الحفاظات القديمة. يعني انا عندي الحافظة البنفسجي اللي انا كنت شارياها مع الفرش، الحافظة دي مستحيل تحطيها على البلاط كده، لازم تحطيها فوق السجادة. فدي احسن ميزة فيها ان هي بتلزق كده في البلاط، فهي ما شاء الله ميزتها حلوة قوي. ودي حاجة محبباني فيها كده ان هي مش بتجري على البلاط، وكمان الملمس بتاعها من فوق ناعم كده مش خشن. فهي اللهم بارك جميلة قوي باستعمال جدا يعني. طبعا في منها مقاسات وفي منها الوان كتيره واشكال كتيره، فهي وطبعا متوفره في كل مكان دلوقتي، انتشرت الحفظه الديجيتال ديت. فياريت كده تكتبوا لي رايكم في التعليقات وتقولوا لي الستايل حلو ولا لا. نضفنا بقى وفرشنا الحفظه. بحب انا بقى اعمل لمسه اخيره كده في الاخر، وهو ان انا اعطر الشقه كلها. بحب انا بقى ايه بعد ما اخلص الشقه كده عامه حتى لو بروق ترويقه خفيفه، وبعمل بالمكنسه كده وبمشي المكنسه في الشقه كده وامسح الزوايد، ده عامه انا بعمله كل يوم. وبحب ان انا ارش كده معطر كده في الشقه، بحس ان الشقه في كده فيها انتعاش، فيها كده راحه كده نفسيه. وبشغل بقى الشاشه طبعا ليونس بقى على الايه على لولو اللي ما بتتفصلش من عندنا اصلا طول النهار وطول الليل، من عشاق لولو يونس. عطرنا بقى الشقة، تعالوا بينا بقى نخش بقى على المطبخ نشوف هنعمل غدا ايه النهاردة. معايا كده بقى نص كيلو من بفتيك كده متقطع رفيع خالص. ومعايا بقى بصل كتير كده حوالي بصلتين كبار، معايا طماطم، معايا فلفل احمر وفلفل اخضر زي ما انتم شايفين كده، ولو في فلفل اصفر برضو تقدري تحطي. معايا بقى البهارات، معايا ملح، فلفل اسود، سنة كمون صغيرة، شوية من السبع بهارات، شوية من بهارات اللحمة، شوية توم باودر وبصل باودر وشوية ملح. ويلا بينا نشوف بقى هنعمل ايه في الحاجات الجميلة دي. اول حاجة عملتها وان انا نزلت بالخضار، كل الخضار اللي معايا، وهنزل بقى بالبهارات برضو، وندعك بقى البهارات والخضرة دي كده مع بعضها، او الخضار ده كده مع بعضه لحد ما ينزل عصارة حلوة كده، علشان ده هيدينا تست جميل قوي، هيدينا طعم للحمة كده حلو. ليه كل حاجة هتنزل العصارة بتاعتها كده وهتعمل تست جميل قوي للاكل. انا بحب اعمل كده لما بكون هعمل هتبل فراخ او هتبل لحمة او هتبل اي حاجة. بحب ان انا احط البهارات كده الاول مع الخضروات بقول اغسلهم، اديلهم كده ايه اديلهم تقليبه كده محترمه، وبعد كده ابدا ان انا احط الحاجه اللي عايزه تتبل زي ما انتم شايفين كده.
حطيت بقى البفتيك كده زي ما انتوا شايفين، ده كان نص كيلو بفتيك، حطيته كده وبدات ان انا اديله كده تقليبه مع بعضها. مش هعمله بقى ايه, إيه بالطريقه بقى اللي هي ايه تحط طبقات كده وتحط بقى الفلفل الاسود والبصل وكده، لا انا هعمله كله كده مع بعضه، ياخد العصاره كده من بعضه ويتبل كده ويتعايش مع بعضه. انا مش هرصه، انا هحطه كده في الصينيه على طول. بصراحه التست بتاعه كان جميل قوي وطعمه كان تحفه. استوى واللحمه كانت طريه كده، ما كانتش ناشفه. يعني البفتيك لما بيتعمل كده في بفتيك بتلاقيه بينشف، لا ما شاء الله البفتيك كان طعمه حلو. وتقدري برضو تعملي الطريقه دي بلحمه عاديه، مش شرط بفتيك. يعني لو انت عندك لحمه قطع كده عاديه، تقدري برضو ان انت تعمليها نظام كباب الحله، نظام كباب الحله كده. تقدري ان انت تقطعيها بس صغير شويه، ما تكونش القطع كبيره قوي، تقطعيها مكعبات كده صغيره. ونزلت بقى بيهم كده في الصينيه. بس طبعا حطيت فصين توم صغيرين خالص، وحطيت معلقه سمنه، ونزلت بقى بيهم في الصينيه كده زي ما انتم شايفين. وكل شويه هنبدا ان احنا نزودهم نص كوبايه ميه كده. يعني شايفين انا بس ايه حطيت سنه ميه صغيره، وكل شويه لما ده كده الاقي انا الميه حطيت قلت هبدا فص ان انا توم صغير ازود كده نص او كوبايه فصين توم ميه صغيرين عشان خالص، برضو يعني حاجه ايه بسيطه مش اللحمه ما هتكتر. تتحرقش منك عشان يفضل فيها صوص كده واللحمه تفضل طريه. هحطها على النار، وبرضه هغطيها كده عشان ايه اي بخار يطلع منها كده تتشربه وتتسوى معاكي بسرعه. شايفين الجمال؟ حاجه كده ما شاء الله شكلها يفتح النفس، وطعمها كان تحفه. جربوها وهتدعوا لي ان شاء الله. هنعمل بقى جنبها النهارده صينيه بطاطس ورز بشعريه. الاكله جميله تحفه، هتقضوا بيها اليوم كده. لان بصراحه الاكل ده عاد حيره، الواحد بيقوم من النوم الصبح كده بيقول هنعمل اكل ايه. الاكل ده عاد حيره. وطبعا الاكل كله عاد غالي، والاسعار كلها عادت نار. ربنا يا رب يرخي قوت المسلمين ويرزقنا جميعا اللهم امين. هو يعيننا كلنا على اولادنا وبيتنا اللهم امين. هنا بقى قلت بقى ايه حاجه اعملها كده برضو، احط البهارات كده والخضار على البطاطس كده، وبرضو نديلهم تقليبه حلوه. حطيت كده البصل والطماطم، وحطيت برضو فلفل الوان احمر واخضر، وحطيت البهارات ملح وكمون فلفل اسود كزبره ناشفه، 7 بهارات، وهحط ملح. ونمسك بقى الحاجات الجميله دي كلها نديلها كده تقليبه مع بعضها. برضو بتنزل العصاره كده بتاعتها، والبطاطس بتشرب منها وبتبقى حلوه قوي. ده كده الخطوات ديت قبل ما نحط عليها الصلصه، بتديلها تست حلوه قوي، وبتبقى الطريقه ديت تحفه. جربيها وان شاء الله تعجبك قوي. قلبنا كده الكلام الجميل ده كله مع بعضه. طبعا الطماطم كانت متفرزه في الفريزر، وطبعا اول ما نحطها على البوتاجاز هتسيح على طول كده، وهتاخد وتدي كده مع البطاطس. وبصراحة كانت طعمها جميل. بصراحة انا بعمل صينية بطاطس ما بتبقاش عايزة حاجة جنبها اصلا، هي بتبقى عايزة شوية الرز كده وشوية مخلل، وبيبقى الكلام كده في منتهى الجمال. حطيت كده طبعا معلقتين زيت، وادت لهم التقليبه كده مع بعضهم، ورفعتهم على النار. وتعالوا بينا بقى نشوف اللحمه لما استوت. شايفين الجمال؟ على فكره انا ما دخلتهاش الفرن، يعني هي اخدت الوش الجميل ده من الوقت كده على النار، من حطيتها على النار بقى واخدت ودت كده. اللحمه ما شاء الله مستويه وجميله اللهم بارك. الصوص بتاعها الجميل ده بقى هو حد يرميه، الصوص ده بيتحط كده على على الرز بشعريه، وبتاكل كده مع اللحمه، بيبقى الطعم جنان كده، حاجه كده في منتهى الجمال وفي منتهى الروعه اللهم بارك. تعالوا بينا كمان نشوف البطاطس بعد ما استوت، حاجه كده اللهم بارك في منتهى الروعه وفي منتهى الجمال. شايفين اللون عامل ازاي؟ والشكل كده يفتح النفس. طبعا لو انت وصلتي معايا للفيديو لهنا ما تنسيش اللايك الجميل بتاعك، وطبعا ما تنسيش التعليق الجميل بتاعك، وتقولي لي ايه رايك في فيديو النهارده. شايفين بقى الرز بشعريه المفلفل الجميل الحلو ده ما شاء الله اللهم بارك. وغرفنا الاكل واكلنا، ورضا من عند ربنا والحمد لله. ربنا يديمها علينا نعمه يا رب، ويحفظها من الزوال، ويعيننا يا رب، ويعين كل اب وام على طلبات البيت اليومين دول، لان الظروف عادت صعبه والكل عاد مضغوط. فربنا يا رب يبارك لكل ام واب كده في اولادهم، ويبارك لهم في حياتهم اللهم امين، ويزيدهم بركه وخير اللهم امين. شايفين بقى البطاطس حاجه كده في منتهى الجمال. طبعا فيديو النهارده كده يكون خلص. استنوني في فيديوهات تانية جديده ان شاء الله هتعجبكم باذن الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.